السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا في اسيوط الجديدة يوم الجمعة طبعا. بنتفسح. كله طبعا واخد اجازة من المدرسة والشغل وكده، وقلنا نتفسح قبل الشتاء ما تدخل علينا جامد يعني. لسه لحد دلوقتي الجو كويس ومناسب للفسح. ف ده المكان اللي احنا قاعدين فيه، اسمه كافيه الماسة. حلو جدا جدا، وما فيهوش ناس كتيرة يعني طبعا. مكان حلو جدا زي ما انتم شايفين، كله زرع اخضر اهو، وفي فيلل كده حوالين المكان. وفي الكراسي دي ممكن تروحي تقعدي فيها كده من غير ما تقعدي في الكافيه ولا حاجة يعني ممكن تاخدي الغدا بتاعك انت واولادك، تروحوا تفسحوا وتقضوا اليوم من غير ما تدفعوا اي حاجة. آه، شايفين المكان تحفة تحفة. والزرع الاخضر ده طبعا جميل. انا بوريكم المكان اللي احنا قاعدين فيه الاول. وطبعا بالليل انا ومرات ابني بصراحة عملنا حلة محشي، كرنب وورق عنب، وعملنا فراخ مشوية في الفرن. جهزناهم طبعا من بالليل، وكملنا طبعا الصبح، وخدنا معانا الاكل، ومعانا بنتي واولادها وكده. اهو الكافيه اللي بقول لكم عليه. مكان كويس يعني ومناسب، وكمان في لعب للأطفال. اهو كنت واخدة حلة المحشي والفراخ المشوية في الفرن طبعا. احنا بصراحة كان نفسنا ناخد فراخ ونشويها هناك، بس ما كانش في وقت يعني. كنا هنقعد، كنا هناخد طبعا الشواية وهنشوي هناك، بس كنا هناخد يعني وقت. وانتوا عارفين دلوقتي النهار قصير واليوم بيخلص بسرعة، فاحنا خدناه جاهز. غرفنا اهو كنت واخدة معايا الصواني بتاعة البيتزا، غرفنا فيها. ومخلل طبعا لفت انا عاملاه في البيت. وادي المحشي، الورق العنب والورق والكرنب. صراحة تحفة تحفة، والأكل ده اتنسف ما شاء الله يعني. وأنا بغرف كده في الأطباق، وكان كله بياكل بألف هنا وشفا اليوم. وبعد ما اتغدينا وكده حلينا بالوافلز، ده تحفة عنده، تحفة جميل جدا جدا. ومحطوط عليه نوتيلا، واللي عايز شاي طلب، واللي عايز كابتشينو طلب. طبعا عاملين مقاطعة للكولا والبيبسي والحاجات دي، فعشان كده ما طلبناش. وكان اليوم بصراحة جميل جدا جدا. آه، والعيال اتفسحوا فيه، والأولاد أحفادي يعني كانوا واخدين معهم السكيت بيلعبوا بيه هناك براحتهم. والوافلز ده كان جميل جدا جدا. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.